السلام عليكم على اغلى اخوات ومتابعين في الدنيا. يلا النهارده هنعمل بقى الرز بلبن كده الكريمي الجميل بتكه كده جديده وطريقه جديده ان شاء الله كده. زي ما انتم شايفين قد ايه الرز بلبن هيطلع معاكي كده كريمي كده تحفه بصراحه. يمكن غير كل مره عملناه برضو كان حلو، بس المره دي كده عاملينه كده بتكه جديده كده. وهقولك كده اسرار كده اللي هو يطلع معاكي كريمي بوش مكرمش كده، وزي ما انت شايفه الجمال، شايفه قد ايه كريمي. لو بتعجبك بقى فيديوهاتي خشي كده نوريني كده بالاشتراك الجميل بتاعك كده، واكتبي لي رأيك كده في الكومنت. واهم حاجة بقى اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم كده. يلا نخش بقى ايه في الفيديو كده على طول اقول لكم هنعمل ايه. نسمي الله ويلا بينا نبدأ. زي ما انتم شايفين معايا كده كوباية من الرز المصري العادي، وهتكون معانا التكة بقى اللي احنا هنحط كده معلقتين من اللي هو الايس كريم فانيليا، معانا معلقتين لبن بودرة، وكده شوية من القشطة قد برضو 3 معالق كده من القشطة اللي هي وش اللبن، وكوباية من السكر ولتر ونص حليب. طبعا اللبن البودرة بيخليه كده معاكي كريمي. انا مش بستخدم نشا في الرز خالص، مش بحب ابدا احط النشا فيه. وزي ما انتم شايفين طلع كريمي كده وجميل. طبعا كده معايا اللي هو الايس كريم اهوت، هناخد منه كده معلقتين. ممكن برضو تحطي كريم شانتيه، بس الايس كريم بقى هيديكي ريحه كده وهيديكي طعم كده وقوام جميل بصراحه. لو موجود عندك اشتغلي بيه، مش موجود اشتغلي بالكريم شانتيه عادي. طبعا كده معانا اللبن البودره ومعانا الايس كريم، خليهم كده على جنب. طبعا انا جبت كده حطي من 3 كوبايات ل4 كوبايات من الميه قصاد الكوبايه الرز. طبعا ديت بقى اللي هتخلي الرز معاكي يفضل كريمي لاخر معلقه كده، وهيبقى جميل جدا معاكي. وطبعا اللي هي ذرة الملح الصغيرة ديت هتظهر معاكي الطعم كده وهتخلي طعمه جميل جدا، ما تستغنيش عنها، حطيها كده. طبعا انا هسيبه بقى لغاية ما يستوى كده ويبقى معايا ايه الرز مستوي خالص. هوريكي دلوقتي. طبعا خلاص شرب المية بتاعته كده واستوى. ولعت عليه وهديت عليه النار كده وسبته. طبعا المرحلة ديت مش هتخلي الرز معاكي بعد ما خلاص سويتيه وغرفتيه، مش هتخلي الرز معاكي يرجع ان الرز ايه. بصي زي ما انت شايفة لو ضغطتيها كده بتبقى عجينة معاكي. مش هيرجع الرز يشرب اي سائل فيه يشربه كده، وتبص تلاقي بقى الرز رز ناشف كده ومش حلو. فطبعا الخطوة ديت بتخلي الرز معاكي كريمي بقى، مش قادرة اقولك قد ايه. طبعا خلاص كده انا خليت بس شوية صغيرين كده من الرتل ونص اللبن، عشان خاطر هدوب فيهم اللبن البودرة والايس كريم كده. خلاص بقى انا هدي عليه النار، هخليه يغلي الاول كده وبعد كده هدي النار واسيبه بقى ياخد ويدي كده مع اللبن الرز لغايه ما يشرب كده ايه من اللبن، عشان خاطر يبقى طعمه كده جميل جدا زي ما انت شايفه كده. طبعا خلاص كده انا مهديه النار وسايباه بقى كده زي ما قلت لكم. طبعا اهم حاجه بقى تشتغلي فيها بالرز بلبن ان اللبن بتاعك يكون الدسم بتاعه، يعني هاتيه كده من مكان موثوق منه، ويكون لبن بخيره كده والدسم بتاعه عالي، عشان خاطر يخليلك الرز كده كريمي كده وجميل. كل ما بتخلي القشطة كتير في اللبن بتخليلك الرز بصراحة روعة يعني. وكتري اللبن، ما تبخليش عليه باللبن. زي ما انت شايفة كده بدأت اللي انا ايه احط شوية اللبن كده اللي كانوا مفضلين معايا. ممكن تزودي عن 1.5 كيلو لبن، ممكن تحطي 2 برضو هيبقى معاكي جميل جدا. زي ما قلتلك بصراحة اليوم اللي تعملي فيه هو بيعمل معاكي كمية حلوة، يعني ما شاء الله كوباية واحدة رز بتعمل معاكي كمية حلوة. فاليوم اللي تعملي فيه بقى على قد ما تقدري اديله لبن يعني. بصراحة القشطة بقى اللي هي بتبقى مثلا موجودة عندك، احنا بنغلي اللبن وبنشيل القشطة بالوش اللبن بتاعه على طول كده في الفريزر وتحتفظي بيها. لما تيجي بقى تعملي رز تعملي اي حاجة بتكون معاكي جميلة جدا. متسيبهاش على الرف في التلاجة ابدا عشان ما تبص معاكي. سيبيها يوم او يومين بالكتير، اكتر من كده حطها في الفريزر تبقى معاكي طازة كده وجميلة.
طبعا زي ما انتوا شايفين حطيت كده ايه فنجان كده من السكر، يعني فنجان الا شويه كده، لان طبعا انا معايا المعلقتين اللي هما الايس كريم فيهم سكر، وانا مش محتاجه ان انا اخليه مسكر زياده عن اللزوم. فطبعا انا ايه هدوق كده واشوف ايه الدنيا، لو لقيت ان هو محتاج سكر فطبعا بتظبط السكر بتاعك زي ما انت عايزه. بدأت برضو حطيت اللبن البودرة والايس كريم. خلاص كده انا مش بحب احط فيه ولا فانيليا ولا بحب احط نشا، وهيبقى قوامه كريمي كده معايا وجميل بيه، يعني انا ما حطيتش حاجه زياده عن كده. طبعا ديت القشطه اهيت، على قد ما تقدري حطي قشطه فيه، يعني ممكن تكتري القشطه عن كده كمان هتبقى جميله جدا معاكي. خلاص كده الرز معايا كده ايه، ههد عليه النار كده واسيبه يدوبك كده بس قد 10 دقايق كده، وهبدأ ان انا ايه اغرفه. بس انا طبعا معلش سامحوني لان ما جاتش اللقطه وانا وبغرف الرز، لقيتها يعني التليفون ما صورهاش، فهبدأ ان انا ايه اغرفه كده. طبعا احنا بقى في الجو الشتا ده ممكن تغرفيه وتقدميه سخن، الصراحة وهو سخن برضو بيكون جميل جدا. زي ما انتوا شايفين زي ما قلت لكم هي عدت معايا اللقطة اللي انا ايه غرفت فيها الرز، شايفين قد ايه كرمشت الوش بتاعه. الصراحة كان جميل جدا. انا ما عملتش حاجة غير ان انا غرفته بس، وحطيت منه كده ايه جزء كده في التلاجة. لو سبتيه من بالليل للصبح هيديكي بقى الكرمشة ويديكي الجمال ده. وممكن ان انتي برضو تقدمي منه سخن زي ما انا عملت جزء كده بالليل كده. السهرة بقى بيحبوا بقى اي حاجة كده حلوة، وتكون بقى ايه حاجة بقى في الجو الشتا ده، يعني حاجة سخنة كده. طبعا احنا هنعمل بقى بالمانجا. الصراحة بالمانجا كان جميل جدا، مكعبات كده المانجا بقى. ولو عندك بقى عسل تبدأي بقى ان انت تجيبي كده عسل كده وتوزعي كده برضو على ايه على الكاسات اللي في المانجا. وكان معايا برضو شوية كده من السوداني، بس اهم حاجة بقى السوداني اللي يكون عندك، او لو انت شارياه حتى تمسكيه تسخنيه، يعني ولعي الفرن كده وحطيه بقى تسخنيه بس تسخين كده في الفرن عشان خاطر تحطيه كده عليها يكون مقرمش كده وحلو. طبعا زي ما انت شايفة كده بتحطيه عند التقديم. طبعا زي ما احنا عارفين ان المانجا خلاص وكده، فبنستغل بقى ان احنا لما يكون في مانجا ولا حاجة بنعمل بيها كده حاجة حلوة. مش قادرة اقولك كان طعمه بالمانجا يعني كان جميل جدا بصراحة. ممكن اي نوع فاكهة اي حاجة انت بتفضليها، عندك كنافة محمراها اي حاجة بقى معاه كده بتبقى جميلة في الكاسات دي بقى وهي وسخنة كده، ما اقولكيش على طعمها بقى في الجو ده. شوية كده من الزبيب وشوية برضو من السوداني. طبعا دي حاجة بترجعلك بقى على حسب الحاجة اللي انت بتحبيها، بس جربي كده الرز بلبن بالمانجا. عندك بقى قشطة وش اللبن كده، حطي برضو عليه على وش الكاس كده مع المانجا كده شوية برضو اهوت من الزبيب والسوداني. اهم حاجة ما تنسونيش اللايك بقى عشان اللايك يرفع لي كده الفيديو زي ما انت شايفة كده. طبعا انا ايه هسيب شوية سادة وازين شوية. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.